يا ما اشتكيت ويا ما بكيت من النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف. تمام. الحالات الاعرابيه في الدويتش. اوكي، den Kasus in Deutsch. الحالات الاعرابيه في الدويتش. بص يا كابتن، انت اول ما بتبدا تتعلم الماني بتبدا حكايتك نوميناتيف. اوكي، ثم بنخش على الاكوزاتيف، ثم الداتيف المجرور. اكتب لك بالعربي عشان لما تيجي تذاكر تدعي لي دعوه حلوه، تقول الله يبارك له عمل الحاجه كامله، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. بص، نوميناتيف فاعل، اكوزاتيف مفعول، داتيف مجرور. وقلت لك عشرات ومئات المرات اهم حاجه في الدويتش حفظك للكلمه باداه تعريفها، او اهم حاجه في الدويتش هو الارتيكل، اداه التعريف. انت اذا حفظت اداه التعريف وتمكنت منها سيسهل عليك تعلم اي حاجه بعد كده. ليه؟ لان دي الحاجه الوحيده اللي بتعتمد على قدراتك الشخصيه، بتعتمد على تفاعلك انت كمتعلم الماني. ليه؟ اي قاعده تانية انا هشرحها لك وهتطبق عليها هتحل والدنيا هتدور وهتشتغل. لكن انت اذا ما حفظتش الكلمه بدير او داس او دي هيفضل عندك مشكله قائمه هتفضل تعاني منها طول ما انت بتتعلم الماني. وانا مش عايزك تعاني، انت مش جاي تتعذب، انت جاي تستمتع وتتعلم علشان تفتح لنفسك مجال جديد، سواء بقى دراسه، شغل في مصر، ايا كان غرضك من التعلم. انا عايزك لما تتعلم تستمتع تنبسط. يبقى اول خطوه تحفظ كلمات بدير وداس ودي، ترتاح في اللي جاي كله. ليه؟ هقول لك. انا مش بغلس عليك والله العظيم ولا اي حاجه، لا. انت اخويا وانت اختي وعايزكم تتعلموا وعايزكم تبقوا شطار وناجحين وزي الفل. تمام؟ بص يا قلبي، بص يا غالي، في حاله النوميناتيف انا عندي دي مذكر، داس محايد، دي مؤنث، وفي حاله البلورال كله بياخد دي. تمام؟ تعالى، ايه اللي بيحصل في الاكوزاتيف؟ ايه اللي بيحصل في المفعول؟ الدير بتتحول لدين، الدص تبقى كما هي، دي المؤنث كما هي، دي الجمع كما هي. اهو بالعربي الجمع، اهو الجمع. تمام؟ طيب، هروح بيك بعد كده للداتيف المجرور. هنلاحظ ان الدير بتتحول لديم، الدص تتحول لديم، دي المؤنث بتتحول لدير. طب دي الجمع دين بلس ان في نهايه الكلمه المجروره، بلس ان في نهايه الكلمه المجروره مش في الارتكل. طيب، الجدول ده اهم جدول في تعلمك للدويتش، اللي هو ادوات التعريف: مذكر، محايد، مؤنث، جمع. حلو؟ مذكر، محايد، مؤنث، جمع، مذكر، محايد، مؤنث، جمع. تمام؟ حلو الكلام. اولا انت هتلاحظ في المفعول ان الذي تاثر هو الاسم المذكر فقط، الاسم اللي اداته دير اتحولت لدين. تمام؟ اما المحايد والمؤنث والجمع فلا تغير منه شيء. تعال نروح للداتيف المجرور، هنلاحظ ان المذكر والمحايد تشابها، اصبحوا ديم. المؤنث بقى دير، الجمع زائد دين تحول لدين زائد ان في نهايه الكلمه المجروره. حلو. انت هنا du hast hier zwei Fragen. انت هنا عندك سؤالين ممكن تسالهم لي وانا اللي هسالهم بالنيابه عنك. السؤال الاول هير محمد، طيب ما هو في جمل مش هيستخدم فيها لا دين ولا داس ولا دي ولا ديم ولا دي، هيستخدم بدائل. يعني ايه؟ هفهمك اكتر. في جمل هيستخدم فيها هنا النكره او النفي،
او الملكيه. نفس الكلام هنا. هريحك واكتب كده معايا، ما تقعدش نايم، اكتب معايا وسجل ورقتك وقلمك في ايدك واشتغل. تمام؟ اهو بالعربي خالص اهو. ما حدث لأداة التعريف من تغيير يحدث لما ينوب عنها. اهو بالعربي اهو طلعت من الالماني خالص ولا ليه علاقه بالالماني، رحت في حته ثانيه خالص، عربي بحت. تاني، ما حدث او ما يحدث لأداة التعريف من تغيير يحدث لما ينوب عنها. يعني ايه؟ اللي بينوب عن المذكر هنا مين يا كابتن؟ يعني انا عندي دين اداه تعريف. طب النكره اين، في المفعول تبقى اينن. طب النفي كاينن، ملكيه ماينن، لان الاساس تغير، واذا تغير الاساس تغير ما ينوب عنه. طبيعي لما الاصل بيتغير يبقى الفرع اكيد هيتغير، مش كيمياء هي. تمام يا سيدي؟ طيب تعالى تاني هنا. طب هنا دي دين، طب النكره كانت اين هتبقى اينم، كاينم، ماينم. طب هنا هتبقى اينر، كاينر، ماينر، ماينن، داينن، كاينن، وهكذا. ده كان اول سؤال. السؤال الثاني، ايه اللي هينقلني من النوميناتيف الى الاكوزاتيف والداتيف؟ ايه اللي هينقلني من الفاعل الى المفعول والمجرور؟ حاجتين، في كل حاجه حاجتين. اول حاجه هقول لك هنا اللي هيأثر هنا، ايه اللي بيحول المذكر من دير الى دين؟ واحد، افعال المفعول، عباره عن مجموعه من الافعال، اوكي، بلس حروف المفعول. اوكي. تاني حاجه ايه اللي بيعمل دقيق يا غير محمد؟ افعال المجرور بلس حروف الجر. يا كابتن تاني ياما قعدنا ليام وليالي محتارين هنتعامل مع الحالات الاعرابيه ازاي. لا يا حبيبي خلاص حلتها لك باذن الله. فنوميناتيف، اكوزاتيف، داتيف، ده شكل الجدول اللي هتلاقيه في اي كتاب جراماتيك. تمام؟ فاعل، مفعول، مجرور. طب ايه المسببات؟ قلت لك هنا افعال المفعول، اوكي، زائد حروف المفعول، افعال وحروف. المجرور افعال وحروف. تعالى كده هديك مثالين ثلاثه بساط جدا. تعالى كده يا كابتن، تعالى. لما تيجي تقول لي ich frage den Lehrer، اسال المعلم. مش دي يا كابتن دير ليرر؟ مش دي كانت دير ليرر في الاساس؟ اتحولت الى دين. ايه السبب؟ وجود فعل فيرب بلس اكوزاتيف، فعل بيأثر اكوزاتيف. Ich frage den Lehrer. اوكي. طب لو كلمه هنا زي لما اقول احمد liest das Buch، احمد يقرأ الكتابه. هتقول لي طب ما هنا اكوزاتيف يا هير، das Buch دي اكوزاتيف، بس انا شايف الداس زي ما هي. قلت لك، ما انا قلت لك الداس في الاكوزاتيف ما بتتغيرش. تمام؟ طيب لما تيجي تقول لي اوكي، يبقى انا هنا شوف في الجمله الاولى ich frage den Lehrer، اسال المعلم، احمد liest das Buch. احنا قلنا الداس ودي المؤنث ودي الجمع، في الاكوزاتيف مفيش تغيير. طب حرف مثلا بيعمل اكوزاتيف، الحرف الشهير جدا حرف für اللي هو ليه، für. اوكي. لما اقول انا
اهو ich kaufe das Geschenk. انا هشتري الهديه für meinen Sohn. هشتري هديه لابني. شفت für اهي meinen für meinen Sohn. شفت الحرف für عمل ايه؟ زودت ان للاكوزاتيف für meinen Sohn وهكذا. تمام؟ für مثلا wir kaufen ein Geschenk für den Lehrer. احنا هنشتري هديه للمعلم للمدرس. wir kaufen ein Geschenk für den Lehrer للمعلم. يبقى تاني يا كابتن اللي بيستخدم الاكوزاتيف افعال بلس حروف. اما بالنسبه للداتيف المجرور افعال زائد حروف. في zum Beispiel على سبيل المثال نحن نشكر المعلم. تعالى يا كابتن اهي wir danken dem Lehrer. واو. wir يشكر dem اللي كان اصلها ليه يا كابتن اهو. ليه؟ لان فعل دانكن بيعمل داتيف. wir danken dem Lehrer. عندك بقى انت مش هتكتب معايا؟ danken helfen gratulieren gefallen gehören stehen passen passieren. كل ده بيعمل داتيف يا كابتن. اوكي؟ بعد كده ايه الحروف اللي بتعمل داتيف؟ يا سلام. mit bei zu nach von aus seit vor. عد حروف بتعمل داتيف. لكن انا عايز بايشبيل يا غير، عايز بايشبيل اكزامبل مثال. حاضر. لما تيجي تقول لي انا بتكلم مع المدير او احنا بنتكلم مع المدير wir sprechen mit dem Chef. wir sprechen mit dem Chef. mit dem Chef. احنا بنتكلم اهو مع، لان انا هعمل لك محاضره لحروف الجر دي لوحدها بقى حاجه ثانيه خالص. wir sprechen mit dem Chef mit dem Direktor mit dem Lehrer. طب احنا بنتكلم مع المديره هتبقى mit der Chefin. mit der Chefin. wir sprechen mit der Chefin. okay? mit der Lehrerin. mit den Eltern. اهو Eltern دي جنب. wir sprechen mit den Eltern. اوكي؟ يبقى تاني الاكوزاتيف والنوميناتيف والداتيف والجينيتيف. لا الجينيتيف مش دلوقتي، الاضافه مش دلوقتي. خليني بس هنا يا غير محمد دلوقتي. اهو فاعل مفعول مجرور. تمام؟ جدولك الجميل اهو. ثم المسببات اهي. افعال المفعول، افعال الحروف الجر، حروف المفعول اسف، ثم الافعال اللي بتعمل داتيف. قلت لك gehören gefallen danken gratulieren passen stehen passieren wehtun schaden. كل دي افعال بتعمل داتيف. طيب الحروف اللي بتعمل داتيف هي محمد mit اكتب mit bei zu nach von aus vor seit. كل ده حروف بتعمل داتيف. تمام؟ بس الجدعنه والشطاره والمهاره انك تكون حافظ الاساس. علشان لما يجي كده في اي بيبونج في اي تدريب في اي كتاب يقول لك ergänze mit Verben mit Dativ. اوكي. ergänze die passenden Präpositionen. اكمل حروف الجر المناسبه.
تبقى انت عارف الاساس. اوكي؟ تبقى انت عارف الاساس بتاعك. لما يقول لك حط لي حروف الجر المناسبه، الكلمه دي في الاساس بتاخد دي، والدي في الداتيف دي ما. طيب الكلمه دي اساسها دي، والدي في الداتيف دي. خلاص. كلمه التر دي جمع، ودي الجمع في الداتيف بتبقى دين زي الان في نهايه الكلمه. طب كلمه التر فيها ان طبيعي اصلا. اوكي خلاص مفيش مشكله، هي موجوده. لكن لما تيجي تقول لي ايش شبيره mit den Kindern، غلط. mit den Kindern ادي لها ان، لان كندر جمع طبيعي، لكن الجمع المجرور mit den Kindern كده. انت فاهم وبتتكلم صح وبتكتب صح، لان اللي قدامك هيعرف انك فاهم الماني صح اذا كنت تتكلم بجراماتيك صح، بتركب القواعد صح. فهمتني؟ لكن بتعك كلمه باليمين وكلمه لا، ده الماني شوارع ده بعد اذنك يعني. لا مش هينفع. لكن انت لما تيجي تقول فيا دانك دي فيا بعض، دي مش فرقاش ان انت شايف احنا بنتكلم مع المدير، لا انت كده فاهمان قوي 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 قوي، وفاهم ان مت حرف جر بمعنى مع، يعني لطيف. حول الدير بتاعت الشيف الى دين، حول الدي بتاعت دي شيفن الى دير. كده انت ماشي صح قوي 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 قوي. يبقى انا النهارده خلصتك من الكابوس اللي قفلك من الالماني. لان الناس تقول لك اول ما تقول له الماني يقول لك الارتكل. لا الارتكل مش حاجه، انا قلت لك تمشي ازاي وحطيت لك مليون خطه، بس انت نفذها وامشي عليها هتدعي لي. Vielen Dank. Wir sind mit dem Kasus Nominativ Akkusativ fertig.